النهارده بحكي لكم على تجربتي مع خدمه وي للانترنت. مفيش انترنت يا اخوانا في وي. يعني انا من ساعه ما اشتركت مع وي دي وانا مش شايف انترنت خالص عندي، ولا على الموبايل ولا على الكمبيوتر ولا في اي حته خالص. واتصل بيهم اقول لهم انا ما عنديش نت، يقول لي احنا ناسف يا استاذ معلش اصل احنا في صيانه جت في المنطقه بتاعتك. طب يا اخويا الصيانه اللي في المنطقه بتاعتي دي انا من ساعه ما اشتركت معاكم وانتوا بتقولوا لي في صيانه. طب هي الخدمه يا اخويا اشتغلت امتى طبعا عشان الصيانه؟ يا بتوع خدمه وي فهموني انا. طيب الراجل اللي شغال في خدمه وي ده مشغلين شويه شباب كده مفهمينهم كام كلمتين ولا محفظينهم، يقولوهم للناس نظام مرهم يا اخويا، يدهنوا مرهم للجماعه خلاص معلش احنا اسفين وكلمتين حلوين ويقفلوا السكه وخلاص. لكن انت تستفاد منهم بحاجه؟ مفيش. يقول لك طب يا استاذ احنا حضرتك هنكتب لك شكوى دلوقتي وانا بنفسي هفضل على راس الشكوى دي لغايه لما تتحل. هو ولا بيقف على راس الشكوى ولا حاجه، بيكتب لك الرقم ويفضل يملى. طب انا يا اخويا معاك كشكول 100 مليته خلاص ارقام شكاوى من اللي انت بتقول لي عليها، انا كتبت لك شكوى دي اعمل بيهم ايه انا يا اخويا؟ ده انا بتصل في الاسبوع بيك مرتين وثلاثه اقول لك لمبتين بس منورين، كل شويه اقول لك لمبتين منورين، معلش يا استاذ اصل في صيانه. طب يا عم فهمونا انت هتشتغلوا امتى؟ طيب هتشتغلوا امتى عشان احنا نرتاح؟ ده في طلبه دلوقتي داخله على الاونلاين عشان تحضر الدروس بتاعتها، تفضل تقطع في النت يقطع. هيفهموا ايه العيال دلوقتي؟ هنقعد ندفع في فلوس احنا على الفاضي، وكل شهر بندفع الفلوس ما بنعرفش يا اخويا الجيجا بتروح فين. الجيجات دي كلها بتاخدوها تودوها فين؟ ما احنا مش بنشتغل بيه. اخر الشهر ما لاقيش ولا جيجا في النت. طب راحوا فين دول؟ في الصيانه؟ يعني انتوا خدتوهم في الصيانه؟ ما انا بدفع فلوس عشان اخد خدمه، مش بدفع فلوس انا عشان الصيانه بتاعتكم. انا نفسي تعدي على 24 ساعه في خدمه وي دي والنت يبقى شغال كويس، ابقى مبسوط كاني عملت انجاز. طب ليه يا عم؟ انا بديك يا عم الفلوس بتاعتك يا عم كل شهر، يا عم اديني خدمه يا اخويا. عايز اشوف يا اخوانا تعليقات الناس دلوقتي على خدمه وي دي شغاله معاكم كويس ولا انا بس ولا ايه الدنيا؟ عشان لو كده يا اخوانا كلنا نلغي اشتراكات مع وي دي ونريح دماغنا.